الحلو في الموضوع ان اليوم سووا لي مفاجاه الربع، قالوا لي بتي اليوم، قلت لهم بي مو بطل بشوف بي ضيفي، يقول له عيال شوف منو موجود، ولا ابو حمود فاجأنا، اقول لهم وين؟ يقولوا لي لا، قال مشغول والله بيروح كل هاي، نقزوني عشان يسوي لي مفاجاه. لكن قلت مو معقول يخلي رفيجه وصديقه والغالي ومو ضيف، انت جاي ديرتك، جاي بين اخوانك واهلك، فما يحتاج. ابو حمود وجودك الحين شرف فخر ان اول ما نزل المطار اتصل فيني، يعني معناته في تقدير لي يعني بيني وبينه كل موده واحترام، يعني شيء اعتز فيه وايد لما اتصل فيه من المطار. فمعناته الانسان هذا مو بس لاعب، شوفوا اخلاقه، شوفوا تعامله مع الناس، مع الجمهور، مع اللاعبين، مع زملائه، مع خصومه، دروس يعطيك. أول حاجة أنا مبسوط إني أنا متواجد هنا. البرنامج نبيل، هذا شيء يضيف لي، وسعيد أكثر إنه شفت العزيز جاسم يعقوب. كلمة أسطورة أو أساطير كلنا الحين نسمي نفسه أسطورة كذا، لكن جاسم ما في إلا واحد، وماجد كذلك، وماجد كذلك، ولكن كلمة أسطورة من محبين لكم أنتم، فإحنا نقول لكن ما بيجي أحد بيقول والله أنا جاسم يعقوب. احنا مثل هاللحظات هذه لازم نوثقها، غير انها بالمشاهدة كذلك بالكرة. هذه الكرة وقع عليها الكابتن جاسم يعقوب من 2 سنين، والحين معانا نبيك توقع عشان نوثق فيها هذه اللحظة. هنا في أي جهة يعني؟ أي جهة تكون قريبة جنب التوقيع. يلا.